انا عايز كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي يقول لي اللي انتوا شايفينه دوت خلطة بشاميل ولا شوربة سفود، عشان انا اكلت خلطة بشاميل لما تريت من محل كبير كمان، فلازم تتفرجوا بقى على الفيديو دوت. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابب اشير بقى لنقطتين: ان المكان كان نضيف جدا جدا في الصاله من فوق، ومن تحت بصراحه كان فيه تراب كتير جدا، يمكن عشان كانوا قربوا يقفلوا، فانا كنت جاي في الاخر خالص. وقبل ما ابدا الريفيو حابب اقول لكم حاجه واحده: ان انا من مصلحتي ان انا اخش المكان واقول ان المكان جميل والاكل حلو وتحفه، عشان هتبقى فرصتي بعد كده حلوه ان الناس دي تجيبني واعمل لها اعلان. بس احنا بنحب نقول كل حاجه بما يرضي الله بصراحه، ودي الريفيوهات بتاعتنا اللي الناس متعوده عليها، عشان كده قدرنا نوصل في فتره قصيره جدا لقلوب الناس. اللهم لك الحمد يا رب. ونخش على الريفيو بتاعنا. وقبل ما اخش على الريفيو حابب اوريكم الصوره دي كده من محل صغير بيقدم سفود. زي ما انتم شايفين كده التقل بتاع شوربه السفود، فبصراحه هي كان طعمها شغال، بس كانت مليانه بقى اللي هي الستيك اللي هي الكابوريا ديت اللي هي المجمده، كانت فيها كام قطعه جمبري كده وحته السمك الفيليه. فهي بصراحه سعرها 100 جنيه، ما كانتش عجباني قوي بصراحه، لان هي الشوربه تقيله. انا قلت بقى اخش اتدفى، كانت الساعه 1:30 داخله على 2، فانا بصراحه ما اتدفيتش، انا قعدت اكل فيها لغايه لما بصراحه جابت لي مغص، عشان البشاميل كتير قوي قوي فيها. ودوت كده بقى الطبق التاني، وده سعره 150 جنيه، مشكل عباره عن سمك فيليه وعباره عن سبيت وجمبري وشويه رز. قلت بسم الله الرحمن الرحيم ودوت السمك، فالسمك كان حلو وشغال. يعني الرز زي ما حضراتكم شايفين كده وانا بقطعه كده بواجه صعوبه جدا، فانا حاسس ان الرز ده كان مستوي من صباحيه ربنا لغايه لما جالي بالليل، فهو كان مجلد حرفيا مجلد قوي يعني. قلت بقى خلاص ما بدهاش بقى ندوب العيش كده، فهو السمك عجبني، بس كان شارب كميه زيت بطريقه فظيعه جدا جدا جدا. وهتشوفوا كل حاجه عندهم شاربه زيت بكميه فظيعه، وكأن الزيت عندهم ببلاش ما شاء الله، الله اكبر. خشيت بقى على تاني حاجه الجمبري، وخش كده بص على شكله يا باشا، شكله بص شارب زيت لما عميان عميان زيت بصراحه. عندهم الحاجه شاربه زيت جدا، وانا بالنسبه لي حته شرب الزيت ديت هي حاجه من الاثنين: يا اما انت قلل الحاجه مرتين، يا اما الزيت بتاعك وسخ جدا عشان كده شرب زيت. واللي ما عجبنيش بقى في خلطه الجمبري ان البريدنج اللي بره كده طعمه مش احسن حاجه، وحاسس ان الجمبري ده اصلا كان مستوي من عندهم، بعد كده نزلوه في الزيت استوى تاني، فكان ناشف من جوه. السبيت زي ما انتم شايفين كده تحس ان هي ورقه اصلا على دقيق، يعني الخلطه من بره على ورقه كده، وشارب زيت بكميات فظيعه. فانا بصراحه من كتر شرب الزيت اللي الاكل شاربها انا ما قدرتش اصلا اقول رايي ايه يعني. انا ما حسيتش بتيست، حتى الجمبري ما حسيتش بالتيست بتاعه، لانه كان مستوي بطريقه فظيعه خالص، يعني كان مستوي جامد، يعني المفروض ان هو يبقى نص سوا كده. وفي اخر الفيديو كده حابب اشيد لي كذا نقطه كده، ان ده رايي الشخصي المطلق، وبصراحه كده انا التجربه كلها على بعضها ما عجبتنيش، غير السمك ومن جوه كمان الخلطه ما عجبتنيش. وانتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لغايه دلوقتي، حابب اقول لكم شكرا لكم. واللي انتوا بتتفرجوا عليه دوت يعتبر الكافيه عندهم فوق، المعامله كانت ممتازه جدا، ولكن المعامله تحت على الكونتر ما كانتش احسن حاجه من الكاشير. والمطعم ده اسمه جمبريسكا في شارع الترعه الجديده بجوار محل السلام.